شكرا لك زميلي عادل. بالتأكيد الحديث لصاحب اسمه الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. سمو الأمير هارد لك. لن أقول شيء، أنت ماذا تريد أن تقول؟ يعني الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. ما أراد رب العالمين أن احنا نسعد هالجمهور اللي أنا أعتذر له فردا فردا على أن احنا ما قدرنا أن نكون على مستوى حضوره، على مستوى دعمه. كنت أتمنى أنه يطلع فرحان، ولكن رب العالمين ما أراد، قدر الله وما شاء فعل. أنا سبق قلت قبل المباراة أنه إذا حصل إخفاق أنا من يتحمل المسؤولية، عشان أقطع الطريق على كل الإخوان اللي ممكن ابتدوا يعدوا الأشياء اللي سوتها الإدارة، ولو كان عملوا كذا ولو كان عملوا كذا ولو كان أبقوا ولو كان جابوا مدرب جديد ولو كان. فعشان أقطع اللولوة هذه أنا أتحمل المسؤولية، وأشكر اللاعبين على الجهد والعمل اللي قدموه معي طول فترة رئاستي. وأدعو أعضاء مجلس الشرف، سيكون إن شاء الله في اجتماع قريب لاختيار رئيس جديد، سنتولى المهمة. يعني طبعا حنجيب مدرب جديد للهلال، ونشوف في الاجتماع من اللي حيرأس النادي ونسلم الأمور إن شاء الله. باخذ الكلام ده سمو الأمير بالتفصيل. أولا أنت تقول أنا أتحمل، تتحمل من مبدأ أنك تحب الهلال أم تتحمل بأنك فعلا وقعت في خطأ؟ أنا قاعد أقول أنا أتحمل لأن أنا الرئيس. أنا عملت كل ما أعتقد أنه صحيح، عملت كل ما أستطيع عمله، أعطيت كل ما عندي. النتائج ما جاءت كما أريد ويريد جماهير الهلال. هي ليست مسألة بطولة، أنا حتى الدافع عندي أصبح ما هو دافع كبير، أني أنا ما عاد عندي نفس الدافع أن أنا أقدم شيء، لأنه مثل ما قلت لك إحنا اتخذنا قرارات وربطناها بالنتائج، والجماهير يعني ما يمكن ما يرضيها إلا النتائج. يعني أنا محزنني كثير الجمهور اللي خرج اليوم، فأقل شيء الواحد يسويه علشان يحترم حزن الجماهير هذا إنه يقدم استقالته. أنت تستقيل سمو الأمير، وبنفس الوقت نقول أنها مثلا آخر مباراة ستكون لجيرس أم سيبقى حتى نهاية عقده؟ طبعا احنا ما أقول أنا يعني ندعو أعضاء الشرف وندعو رئيس مجلس إدارة، مو معناها أننا بترك النادي بكرة. لن نترك النادي إلى ما يصير في رئيس جديد، ولين ما الأمور تصبح يعني واضحة. يعني سنسلم النادي اللي بعدنا إن شاء الله بأحسن صورة نستطيع أن نسلمه إياها فيه. جيرس إذن يقفل موضوع أنه تتحدى، رايح المغرب يوم 15 أصلا، وإحنا أساسا كنا ندرك هذا قبل، يعني كنا نعرف أنه فرص بقائه ليست كبيرة بعد 15، ولكن ما كنا نقدر نقول هذا بصراحة قبل البطولة عشان نعطي اللاعبين انطباع أنه هو باقي. فبالتالي لما اللاعب يحس أنه مدربه باقي معاه لين آخر الموسم، المسألة بالنسبة له يعني أكثر حرصا في الأداء. فعموما القرارات اللي اتخذت كلها من أول الموسم يتحملها الإدارة ويتحملها رئيس النادي، واللاعبين هم أدوات في نهاية الأمر. يا ما أسعدوا جماهيرهم اليوم أحزنوهم، ولكن ينبغي أن يتحمل أحد المسؤولية، ويتحمل المسؤولية يعني اتخاذ قرار. القرار اللي اتخذناه واضح مثل ما قلت لك يا عبد الله. زمو الأمير، الجمهور لديه عاطفة. اليوم هناك خطأ من لاعب دائما ما تتغنى فيه الجماهير، وهو لاعب مدافع وكابتن للفريق. ماذا تقول لهم لمن يقول ويحمل أسامة هوساوي أنه هو سبب الخروج من دوري أبطال آسيا؟ بالتأكيد ستكون موجودة عند أبسط المشجعين سمو الأمير هذه العبارة. سبب الخروج المباراة اللي فاتت ما هي هذه. احنا لو كنا المباراة اللي فاتت سجلنا وكنا 1-1 ما كان لعبنا تحت الضغط اللي لعبنا فيه. أنا سبق قلت المباراة صعبة والفريق الإيراني يتكتل ويلعب على المرتدة، وقد كان المدرب وجد نفسه في حرج من أنه انتهت 0-0، وكان صعب أن احنا نسجل بالوضع اللي كان فيه في الشوط الأول. اضطر أنه يخاطر يطلع الفريدي اللي كان معاه كرت ويلعب والهمسون اللي كان محتفظ فيه كورقة رابحة، وكان يأمل أنه يسجل في الشوط الأول ويستفيد من المرتدات. ما حصل، حصل العكس. ارتكب ليونغ حماقة يعني ما لها مبرر. هذا يحصل في كرة القدم، ما ألوم أسامة هوساوي، يا مشال عندنا بلاوي. يعني إذا أخطأ اليوم كلنا نخطئ. انتهيت من الهلال حتى تجهزه، ما الذي تذكره حتى الآن؟ تروح أنت وأنت يعني زعلان حزين؟ لا يعني ماني بحزين، حزين طبعا على المباراة اليوم، ولكن أنا سعدت شرفت بمعرفة ناس كثير في الوسط الرياضي، شرفت بعلاقتي باللاعبين. هذه ذكريات طيبة أحملها ما أستطيع أنساها. عبر الرياضية أقول لأي أحد أنا أسأت له في الفترة اللي فاتت من غير ما أقصد، أنا آسف وسامحني. أي أحد أساء لي أنا مسامحه، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. آخر شيء سمو الأمير، يوم الأحد حترجع محلي ومباراة مهمة، يمكن فيه ديربي، يعني حيكون لها تأثير هذه المباراة؟ ربما، ولكن إن شاء الله سنحاول قدر الإمكان بما أن احنا لسه في مجال العمل نفسه
ان احنا نعمل ما بوسعنا لان احنا نخلي الفريق في احسن صوره. هل نضغط على اللعيبه وناخذ منهم تصاريح اليوم؟ والله اعتقد حالتهم لانه ما في احد راضي يصرح، مش كذا يا عادل؟ فبالتالي كان لابد احد يطلع يتكلم، يعني قلت انا اكفي اللاعبين مؤونه الحديث بعد الخساره. شكرا لك سمو الامير، شكرا لتواجدك.